إذا في واحد ما زال شوقه يغالبه ولم يستطع أن يجعل له وردا يوميا في القرآن الكريم في كل يوم، ما هي النصيحة التي نوجهها له كيف يصنع لنفسه وردا قرآنيا في كل يوم؟ الورد، معنى كلمة الورد هي الطاعة النافلة التي يلزم الإنسان نفسه بها. إذا ألزم الإنسان نفسه بطاعة مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مستديم، هذا معنى كلمة ورد. جميل. فالورد هي يعني مقدار من القرآن الكريم يقرأه أو يسمعه، يقرأه أو يسمعه جميل. يوميا. من لم يستطع القراءة فعليه بالسماع. كان لي صديق من أكثر من 45 سنة صاحب مطبعة ويريد أن يحفظ القرآن ووقته لا يسمع. نعم. فلجأ إلى الكاسيت في ذلك الزمان. الكاسيت هو المستعمل. وبدأ اشترى ختمة للحصري رحمه الله ووضع الشريط الأول يسمع، يبيع ويشتري ويسوي فواتير وكذا وهو يسمع. انتهى الشريط يعيده، انتهى الشريط يعيده، يقلب شهر شهرين على شريط واحد. نفس إلى المقاطع. أن يعني يشعر تعاد. أنه حفظه، يذهب إلى أستاذ يقرأ عليه. فإذا يعني أقره الأستاذ، ما نقول أجازه، أقره، يأتي إلى الشريط الثاني. جميل. وهكذا. يعني الشاهد في معلومكم في الحجاز بيقولوا مكة ما تبعد عن عاشقها. أي. مكة ما تبعد عن عاشقها. يعني اللي بيحب مكة بيعرف كيف يوصلها. فاللي يريد القرآن مو صعب عليه أبدا أن يوجد لنفسه وقتا يوميا، إذا مو يوميا يوم بعد يوم. المهم ألا نكون في كلمة مهجورة التي وردت في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه كلمة يعني تصور تشكوه إلى الله، عم تشكو هؤلاء إلى الله. يعني فالله لا يجعلنا وإياكم من الذين يهجرون القرآن يا رب. وهو كلام الرحمن. والله فيه كل الدواء، والله فيه كل يعني هذا العبد اللي صار لي حافظ القرآن 50 سنة، أحيانا تأتي كلمة في آية أنا يعني أندهش بها، أندهش، يعني كأنني كما يقولون لم أسمعها من قبل. لعله في الماضي كنت أنتبه إلى المعنى الإجمالي، أنتبه إلى الحروف، إلى الوقف والابتداء، لكن ما انتبهت، يعني ما انتبهت إلى هذه الكلمة. كان زمان لما كنت صغير كان من عادتي أن أقرأ الملك كل ليلة. الله يغفر لي ويرحمني. آمين. لكن الله يغفر لنا ويرحمنا. المهم كنت أقرأها بشكل عادي. يوم من الأيام صارت معي مرة واحدة بديت فيها تبارك الذي بيده الملك. أنا قلت الملك، وقفت مع كلمة الملك وسرح فكري فيما يندرج تحت كلمة الملك تدبرا وتأملا. إيش الملك؟ إيش؟ السماوات الأولى، الثانية، السابعة، العرش، الكرسي، الأرض، الناس، البشر، ملائكة، هذا كله اسمه ملك وبيده الملك. إيه يعني أين نحن من ربنا؟ ما أصغرنا، ما أتفه حجمنا، ومع ذلك ربنا يتنزل إلينا ويخاطبنا ب600 صفحة. فيعني ألا نخجل، ألا نقول يا ربي نريد أن ننظر من أنت، ماذا وصفت نفسك في كتابك حتى نعتقد، ماذا أمرتنا حتى نفعل، ماذا نهيتنا حتى نترك، ماذا وعدتنا حتى نؤمن ونوقن. الله يحققنا بذلك في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين يا رب. جزاكم الله خير شيخنا الكريم.